السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب كلكم ما تبقوا فهمتش بخير برضه وانتم ليه. بتشوفوني النهارده في فيديو. النهارده ان شاء الله هنعمل البيتزا. اول حاجة هبدأ بيها العجينة. انا عايزه ادوق ده برضه. عبارة عن الخض اللي بيطلع من اللبن. ما اجي اعمل الجبنة القريش ما برضاش ارميه. ده عبارة عن بروتين مفيد جدا. هاخد منه 3 كوبايات آه، منه عشان هعمل بيه البيتزا. لو مش عندنا يبقى 3 كوبايات مية. حطيت قطعتين من الخميرة البيرة، نص معلقة من الملح ومعلقتين من السكر، وهدوبهم كويس مع بعض. الخض اللي بيطلع من الجبنة انا بخزنه في الفريزر، وما اجي اعمل اي معجنات بستعمله فيه، بس الاغلبية البيتزا. لو مش عندنا يبقى هنستعمل مكان الخض 3 كوبايات من المية. هزود على الخليط ده كيلو من الدقيق المنخول، واقلبه الاول بالمعلقة الخشب. وهبدأ احطه في العجان يتعجن كويس. طبعا البيتزا من العجان لازم تتعجن كويس، وما تبقاش عجينتها لا مرقة ولا جامدة قوي. وبعد ما اتعجنت شايفين العجينة ناعمة جدا، بزود كوباية نص كوباية من زيت الزيتون، بيخلي عجينة البيتزا طرية جدا وهشة. زيت الزيتون مهم جدا في عجينة البيتزا. هتلاقوا بقى ان العجينة بتبدأ تفصل، وبعدين بنسيبها لحد ما تلم تاني، سواء بايدينا او في العجان، وبلفها بستريتش واسيبها حوالي ساعة تخمر. هعمل بعد كده صلصة البيتزا. ده عبارة عن نص كيلو من الطماطم، هزود 5 فصوص ثوم، هزود 2 حبة بصل. تعتبر بصل وسط او صغير، 5 فصوص من الثوم، وحوالي 4 قرون من الفلفل. وهزود نص كوباية مية، وهسيبه على البوتاجاز لحد ما يستوي وما يبقاش فيه اي سوائل خالص، وكل حاجة فيه تستوي. بغطي الحلة كويس، وبعدين هجيبه واحطه في برطمان، وهضربه بالهاند بلندر لحد ما يبقى القوام بتاعه ناعم. زي ما احنا شايفين كده مفيش اي سوائل في الحل خالص، وكل حاجة مستوية كويسة. هزود نص معلقة من الملح. المفروض كنت زودت الملح ده على الخليط ده على البوتاجاز. وهزود معلقة من البهارات المجففة. ده عبارة عن روزماري، ريحان، توم باودر، يعني فيها كل البهارات المجففة أو زعتر اللي هتنفعنا في البيتزا، وهتدي للبيتزا طعم جميل جدا. ده عبارة عن بهارات فراخ باب الشام. وهبدأ أضرب كل المكونات مع بعض. ممكن نزود الملح والبهارات على البوتاجاز واحنا بنعمل الصلصة، أو تحطوها زي كده. هزود معلقة من زيت الزيتون على صلصة البيتزا. الصلصة ديت بسيبها تبرد، ما بحطهاش على العجينة وهي سخنة، عشان العجينة معانا يعني تحت الصلصة كده ما تبقاش معجنة. بسيبها تبرد، وبعدين معلقة زيت الزيتون دي بتنشف الصلصة، فبتخليها عبارة عن طبقات كده. البيتزا يعني طبقة العجين، طبقة الصلصة، الطب اللي عليها، مفيش أي حاجة بتبقى فيها معجنة أبدا. بعد كده جبت صدر فرخة من التفريزات اللي كنت مفرزاها معاكم في أول شهر 9. ما شاء الله دخل عليا شهر 10 ولسه بسحب وبجر منها. أنصح أي حد بالتفريزات الشهرية، هتنفعكوا جدا، وهتوفر معاكوا وقت ومجهود. وكمان هتحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ ولحمة طول الشهر. فأنصح أي حد بالتفريزات الشهرية. بعد ما قطعت الفراخ كده مكعبات، أنا ناوية أعملها بانيه. وهبشر عليها بصلة عشان تتبل كده وتبقى طعمها كويس. فقطعت البانيه لمكعبات صغيرة كده عشان ما اعملوش كبير وارجع اقطعه. حطيت ملح وفلفل وهتبلها مع بعض، وهسيبها اركنها شوية كده تتبل في البصل. وبعد كده عشان هقليها هعمل الكفر بتاعها، هحط بيضة وهحط بهارات، بهارات فراخ او بهارات مشاوي او 7 بهارات. وبعدين هحطها في طبق تاني عشان اصفيها من اي سوائل.
وهاحط عليها البقسماط وهاقليها في الزيت. زي ما احنا شايفين كده بوزعها في الطاسة عشان اقليها. وبقلبها على الوش التاني بعد ما اخدت لون، ودي الدور التاني من البانيه. بقلبها كده بتاخد وش على الناحية دي. بصراحة الطريقة ديت احسن من الفراخ مثلا اللي هو مسلوقة متشوحة وبعدين بتخش الفرن بتبقى بتنشف في الفرن اوي. فالطريقة دي عجبتني جدا وحبيت اعملها واجربها. العجينة بقى هاخد منها قطعة وهعمل واحدة كده مدورة. فيها هبدأ افردها كده على هفردها على دقيق وهحط عليها رشة من الدقيق وهفردها بالنشا اللي هي فردة العجين وهعملها على شكل دايرة. هجيب صينية وادهنها مسحة من السمنة، بلاش زيت عشان الزيت بيتحرق داخل الفرن، وهرش على السمنة دقيق وهرجع انفضه كويس وهحط عليها عجينة البيتزا. بالطريقة ديت عمر ما البيتزا هتلزق مننا ابدا في الصينية وهنطلعها بكل سهولة، وانا هوريها لكم دلوقتي في الفيديو. بعد كده بخرمها بالشوكة لو احنا عايزين ان البيتزا تبقى بتاعتنا رفيعة مش سميكة، وهبدأ احط عليها طبقة من صوص البيتزا. شايفينه متماسك كده وجميل، و بدهن كل الاطراف وكل حاجة بصوص البيتزا عشان كل حاجة تبقى متطعمة. وابدأ احط قطع كده من البانيه على صوص البيتزا. بعد كده اقطع شرايح فلفل اخضر وهحط زيتون وهرش بقى في الاخر الجبنة الموتزاريلا. هدخلها على فرن اوسط على درجة حرارة اعلى درجة حرارة عشان ما تاخدش معايا وقت. بتاخد حوالي ممكن من 10 ل12 دقيقة في الفرن. قررت اعمل بقى اللي هي البيتزا التانية كده في صينية مستطيل بحيث اقسمها مربعات تنفعنا تاني يوم في الفطار او في اللانش بوكس بحيث الاولاد ياخدوها في المدرسة. ففردتها كده كمستطيل وهعملها في صينية كبيرة اللي هي مقاس 30 في 40. بصراحة كنت عايزة انجز في الوقت واعمل كلها على بعض. متعودة على طول دايما اعملها اعملها كبيرة وببدأ اخرمها كده بالشوكة واحط صلصة البيتزا واوزعها على العجين في كل حتة. شايفين صلصة البيتزا متماسكة وجميلة جدا. هبدأ ارص بقى عليها قطع البانيه وهحط الفلفل وزيتون ارصه كده. قلت ازود بقى عليها طماطم. الصينية دي كلها خدت واحدة طماطم بس. فزودت عليها كلها طماطم كده وهبدأ احط عليها الجبنة موتزاريلا. وقلت بقى انا هحط الجبنة يعني مش على قطع البانيه، عايزة قطع البانيه تكون ظاهرة فهحطها بين قطع البانيه كده زي اللي بنشتريها من برا. على فكرة برا ساعات بيرصوا طبقة الموتزاريلا ويدخلوها الفرن وبعدين بعد ما تطلع بيحطوا قطع البانيه. فممكن تعملوا كده او كده. بصراحة الفراخ كانت جميلة اوي منشفتش ابدا في الفرن. والطريقة دي عجبتني جدا عن الفراخ المسلوقة او الفراخ المتشوحة على البوتاجاز. اخر واحدة بقى قلت اعملها مدورة.
نفس الطريقة في الصينية دي زي ما قولتلكوا هندهنها سمنة ورشها دقيق وبعدين نرجع ننفضها تاني عشان متلزقش مننا، وهرجع أدهنها بالصلصة وأحط عليها قطعة من البانيه، وأنا قولت بقى الصينية ديت هقطع فيها قطع البانيه لقطع كده صغيرة بحيث تبقى كلها مليانة فراخ، وهحط زيتون وفلفل وهقطع طماطم عليها. دي خدت وحدة طماطم، الصينية كلها خدت وحدة طماطم بس فيعتبر استعملنا 2 حبة من الطماطم وحوالي قرن فلفل أخضر. هبدأ أرص بقى الجبنة عليها. دي أول واحدة عملناها مع بعض اهي، أول واحدة سويناها، هي بيبقى لون البيتزا كده من تحت مش بتبقى متحمرة خالص يعني بيبقى لون دهبي بسيط كده. ببدأ بقى أقطعها كده وهي سخنة. كانت جميلة جدًا وكانت هشة الخميرة اللي هي الطازة ديّة بصراحة دي أكتر خميرة بابقى مقتنعة بيها، أنا الخميرة الفورية بتخليها كده يعني بتخلي العجينة بيضا كده وبتخليها هشة ومرتفعة كده زي الإسفنج، وديّة الصينية المستطيل اللي هي 30 في 40 اللي عملت فيها واحدة كبيرة وهقطعها كده لمربعات، هناخد جزء ناكله والجزء التاني أعينه تاني يوم لللانش بوكس والحضانة أو نفطر منها. يبقى كده عملنا غدا وفاض منها تاني يوم كمان للفطار تنفعنا. المفروض ان انا بفتح كده بالسكينة. بعرف ازاي ان العجينة استوت اما الاقي يعني ببص في قطعة البيتزا كده من تحت الصلصة اما الاقي انها بيضة كده خالص مفيهاش اي عجين يبقى هي كده تمام استوت. اعملوها بس زي ما انا عاملاها بالظبط كده وعمرها ما تعجن معاكوا ابدا زي ما احنا شايفينها كلها كده كده قطعة واحدة مفيهاش اي عجين ولا اي حاجة ابدا عشان عاملينها يعني بخبرة، أنا عاملاها بخبرة سنين مش أي كلام يعني. وانتوا لو جربتوها تعملوها في البيت مش هتشتروها تاني من برا أبدا. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة روعة. ديت القطع اللي فاضت من الصينية المستطيل بعد ما أكلنا منها في الغدا هبدأ أخد اللي فاض منها دوت وهحطه في اللانش بوكس وهعينه في الفريزر لتاني يوم عشان تفضل صابحة كده وطرية. برضو لو فاض منكوا كميات ممكن تعينوها في الفريزر في علبة محكمة الغلق وساعة التسخين